النهارده انتوا معانا في قناه ساميه وبناتها. هقدم لكم الفطير المشلتت بطريقه سهله جدا واي حد يقدر يعمله، عايز تعملي كبير عايز تعملي صغير على حسب. النهارده معانا ايه المكونات؟ 2 كيلو دقيق، معانا نص كيلو سمنه هي سايحه بس انا بحب السمنه الصفراء يا بلدي سايحه، ومعايا كوبايه زيت لتلميع الوش، ومعايا دقيق للفرد، ومعايا معلقه سكر ومعلقه ملح. دلوقتي احنا معانا ميه للعجن، ماشي. هنوريكم بقى المقادير كلها ازاي تتخلط في بعضها. هنحط السكر والملح نقلبهم مع بعض، ماشي. والميه طبعا دي حسب العجن، لان كل دي مش زي التاني، كل دي مختلف عن التاني. نعجن في العجينه لما تبقى ملمسها ناعم، تبقى تقريبا شكل عجينه البيتزا كده. المقادير دي ممكن تعمليها كلها، ممكن تنقصي الكميه على حسب ما انت عايزه تعملي. ممكن برضو تعملي من الفطير ده البيتزا ان شاء الله، انا هعمله واوريها لكم. رفعناه فوق الرخامه لان هو بيحب عجن كتير. هنعجن بقى فيه شويه كده. انا بنتي هتكمل اهيت لان انا كده خلاص تعبت. جربوا يا جماعه الفطير دوت، على فكره ماما عملته لنا كذا مره، بيطلع طعمه تحفه الصراحه، وهو سهل جدا. يعني انا ما كنتش بعرف اعمل فطير خالص، انا اتعلمت منها. هفضل اعجن فيه كده نلمه ونفرده نفس الطريقه دي. عجينه الفطير كل ما بنعجنها كتير كل ما بتطلع النتيجه في الاخر معانا حلوه، وبيطلع مورق وتحفه الصراحه. هو بيتعب شويه في عجنه بس في الاخر بتطلع نتيجته حلوه. انا هفضل اعجن فيه شويه كده عشان ما اطولش عليكم، وهرجع اوريكم شكله في الاخر شكله ايه. العجينه بعد ما خلصناها قدام منكم اهيت، بنتي عجنت فيها شويه عشان نريح بعدين لانه بيعوز عجن كتير. دلوقتي احنا هنقسمها بقى. هنقسمها لايه؟ لحته صينيه، هحط لها رشه دقيق، ماشي، وقدام حضرتكم اهوت، ماشي. انا هقسمها 5 فطاير. حجم الفطيره يعني ايه؟ يبقى تحسوا ان هو مثلا ايه، يعني تبقى كبشه ايد كده زي ما انتم شايفين مقرصانه قدام منكم كده. لان واحده اكبر من واحده ناخد منها حته، يعني مش مشكله، مش هيطلعوا قد بعض ال5، يعني ممكن واحده تطلع صغيره واحده تطلع كبيره، مش مشكله، احنا مش هنروح، احنا اللي هناكله. وادي الشكل بتاعه بعد ما قطعناه اهوت قدامكم. بس هنسيبه بس يرتاح بس بتاع 10 دقايق بس. لما العجينه رفعت نبتدي برشه دقيق عشان نفرد عليها للطبق اللي هنحط فيه الايه العجينه بعد ما تتفرد. ونبدا بسم الله. ادي العجينه بعد ما اتفردت قدامك اهيت، بسم الله. العجينه معانا بصوا جميله وطريه ازاي. هنقعد نفرد فيها لحد ما تبقى رقيقه خالص، وندهنها بعد كده بالسمنه قدامكم. طبعا كل حاجه قدامكم عشان ايه اللي مش عارفه تعمل تشوف انا عملت ازاي وتعمل زي ما انا عملت. اللي مش عارفه تعمل العامله ديت مش مشكله، برده تفرد تاني وتاني. بصوا العجينه، بصوا العجينه، قدامكم العجينه اهيت مفروده. بصوا جميله ازاي، وشوفوا طريقه ازاي، بتتفرد بسرعه ازاي.
ده مفروض على دي بقى، مش مفروض على ايه، على زيت او على سمنه. ده اللي بيخليه طري، حتى لو سبتيه بره التلاجة مثلا يوم ولا حاجه ما تلاقوش ناشف، بتلاقيه طري زي ما هو. شايفين بتفرد معايا ازاي؟ قدامكم على طول. بصوا يعني مفيش حاجه ايه، كله عشان ايه اللي مش عارفه تعمل، اتقطعت منك العجينه برده مش مشكله يعني. بصي على حسب ايه، بس تجيبي دقيق نوعيه كويسه يعني. الدقيق الوحش بيبقى ايه، بيتهري وبيتقطع منك، فايه مش بيبقى حلو يعني. ايه زي مثلا ايه، تيجي بتلاقي مش بتلاقي الفطيره بتاعته كويسه، بتلاقيه بيتقطع مش كويس. احنا معانا السمنه هنا، هدم بايديا ماشي عشان كل حاجه تبقى قدام عينيكم اهي تشوفوا. نروح لفينها رول كده قدامكم اهيت ماشي. كل حته فيها يبقى فيها سمنه، عشان ايه، هو الرول ده اللي بيخليها تورق. ونقطعها 3 قطع، واحنا دهنين الطبق طبعا اللي قدامكم زيت. هنحطها اهيت ماشي عشان بس ما تلزقش ببعضها اهي. نفرد غيرها تاني ونرش دي عشان نفرد عليها. مش عارفه تعملي اللفه ديت مش مشكله، استمر بالنشابه انك تفردي قوي كده. اهم حاجه انك تفرديها كلها زي بعضها وما تطلعش منك في الرخامه. تشيلي كده تفردي، مفيش حاجه تانيه تحتها اهي. شايفين العجينه جميله ازاي، بتشدي زي الاستيك في ايديا ازاي. اهيت ماشي. برضه هلفها رول برضه عشان تشوفوا قدام عينيكم. انا لفيت التانية اهيت قدامكم برضه، عصت طبق زيت وانا بتبدا الفها اهيت ماشي. نقطعها ونحطها في الطبق، وبعد كده هبتدي باللي هي ايه، اللي هي الاخرانيه خالص اللي هي اتعملت. هندهن طبق زيت ازاي اهو، بس بحيث ان هي ما تلزقش. هما الاتنين اهما احنا فردناهم. بصوا يا جماعه، كل واحده في طبق لوحدها، دي هتبقى فطيره ودي هتبقى فطيره. احنا هنعمل الكميه كلها كده ونحط كل واحده لوحدها في طبق وهنسيبهم، وبعد كده نرجع نشوف هنعمله مع بعض ازاي. وتاني بعد ما العجينه ريحت شويه وابتدينا باللي هي ايه الاولانيه خالص اللي احنا كنا فردينها. اول واحده خالص بنفرد التقيه ايه عشان ايه، اول واحده دي اتعملت خالص عشان ايه، بصوا هنطبقها كده اهو، نحطها كده ونفرد التانيه. هما التلاته طبعا في طبق واحد احنا عملناهم مع بعض، اللي هي واحده قطعناها 3 دي كده اهي. بصوا بتتفرد بسهوله ازاي في ايديا من غير تعب ومن غير اي حاجه اهي. التانيه عليها ايه
ماشي. نركنهم دلوقتي بقى النفرة التالتة. هنجيب بقى كده زي بعضهم كده، نروح عاملينهم كده ونعمل لهم زي ايه، زي السره كده اهو، نلفهم كده مع بعض اهو. ودي بقت ايه، ودي بقت فطيره اهيت. ماشي. بس نجيب التانيه اللي هي برضه عاملينها بعدها على طول اهو. ما بتتعبش في الفرد ولا حاجه، فرد بايدينا على طول اهي على طول. ماشي اهو. مش قادره تفردي بايديك، افردي بالنشابه، هي مش محتاجه اصلا، هي سهله خالص اهي. انت تطبقيها كده اهو اهي وتركنيها. لما تطبقي افردي التانيه. شايفين الفرد؟ تتفرد بكل سهوله، مش مشكله بقى تتلوى تتعمل، بس في الاخر هي كلها ايه، مورقه مع بعضها اهيت. بس نضيفها كده اهو اهي اهي اهي. ودي التالتة. الطريقة دي جديدة يا جماعة. هو الأساسي في عمل الفطير كان بيتفرد يعني مدور كده، ونحط جوه قلب بعضه، كل ما نخلص فرد نحطه جواه. الطريقة دي جديدة، وفي الآخر يعني هي أسهل من التانية بكتير، وبتطلع النتيجة في الآخر أحلى. زي ما انتوا شايفين كده اهيت اهي اهي، بنلفها كده اهي اهي. ودي في الآخر هي الفطيرة قدامكم اهيت. احنا هنعمل بقية الكمية وهنرجع نوريلكوا تاني. احنا دلوقتي رجعنا لكم بعد ما خلصنا الكمية كلها، قدامكم 5 فطاير اهمت. هنستنى بس ربع ساعة لحد ما يرتاحوا شوية مطرح العمايل، وبعد كده لما يفردوا بقى هرجع لكم تاني. السلام عليكم. احنا كده رجعنا لكم بعد العجينة الفطيرة ما ريحت خالص، ودهنين الصينية بالزبدة او دهنينها بسمنة او دهنينها بشوية زيت مع شوية سمنة. وادي العجينة بصوا بعملها ازاي وتتفرد بسرعة في ايديا ازاي اهي اهي، مش محتاجة اي حاجة خالص اهي. احنا ولعنا الفرن على درجة حرارة عالية. طبعا احنا هنوششها عشان ايه، وشها يبقى ايه، يطلع شكله حلو كده. ماشي. احنا يعني احتاجنا كمان يعني حوالي بتاع معلقتين سمنه بس. دلوقتي هندخلها الفرن واطلعها تشوفوا بعد ما تستوي. احنا رجعنا لكم تاني بعد الفرن، بعد ما خلصنا الفطير وخرجناه من الفرن. ودي الفطيره من فوق ومن تحت اهو، وال2 كيلو عملوا 5 فطاير زي ما انتم شايفين. وادي قلبه من جوه اهو، بصوا كله مرق وجميل ازاي، سهل جدا وممكن اي حد يعمله. عملته كبيره عملته صغيره، وزي ما انتم شايفين اهو، ونجربتوه بألف هنا وشفا. كان معاكم ساميه من قناه ساميه وبنات.